طبيب الكفر. طبيب الكفر تمثيلية من تأليف صبحي الجيار وإخراج علي محمود. فاكر يا حضرات، أهي روايح البلد هلت أهي، لازم دي أول مرة تيجي فيها حضرتك هنا. محسوبك الحاج أحمد من أعيان البلد اللي سيادتك رايحها. قول لي حضرتك ولا مؤاخذة نازل البلد نفسها؟ لا أنا رايح الكفر اللي جنبها. الكفر ده أنت على كده تركب الحلزونة من المحطة توصلك لحد هناك عدل. والحلزونة دي تبقى إيه؟ يعني زي ما تقول كده الأتوبيس بلغة مصر. والبلد دي كبيرة ولا صغيرة؟ قصدك الكفر يعني؟ لا دي بلد أرياف خالص على جدها. فيها يعني مية ونور لا الظاهر حضرتك ما عندكش فكرة عنها خالص. لا والله دي أول مرة أجي هنا. ونازل حدامين ولا مؤاخذة؟ حكين احنا يا أهل الريف نعرف بعضنا بيت. والله أنا لسه ما أعرفش حد خالص في البلد. فهمت. والبي بقى مباحث ولا نيابي؟ لا ده ولا ده. أنا دكتور الوحدة الجديد. دكتور يا ألف مرحبا، ده أنت هتنور المركز كله يا دكتور. منور بأهله يا حاج. عيش وسعادتك هتقدر على عيشة الرياف دي؟ بكرة تعود عليها. أمال الدكتور اللي كان قبلي كان عايش ازاي؟ قصدك على الدكتور فهمي؟ ما هو آخر كان تعبان قوي يا ولداه، ويا ريت لهالي كان بيقدروا يا دكتور. ليه كانوا بيعملوا ايه؟ أصلهم ولا مؤاخذة الجهل مطلمط عقولهم البعدة. ما هم معذورين يا حاج، الحكام زمان ما كانوش بيهتموا بالريف زي دلوقتي. فعلا يا بيه، مهمتنا يا حاج اننا نعالجهم وننور عقولهم. ربنا يوفقك يا دكتور ويصلح لك الأحوال. اللهم امين. لكن يا ترى ما تعرفيش بيت كويس هناك اسكن فيه؟ هو ما فيش غير بيت واحد دورين، تسكن في دور وتعمل الثاني عياد. لا ما هو خلاص العلاج كله دلوقتي بقى مجانا. بس ولما حد يجي له حالة طارئة في الليل مثلا؟ برضه انا في خدمتهم يا حاج. دي مهنة الطب خدمة إنسانية قبل ما تكون وسيلة لجمع الفلوس. يا سلام يا دكتور ونعم الأخلاق. هذه احنا وصلنا. يا شياد. ايوه حاج. شيل شنطة البيار عرض الموقف الحلزونة اللي بتروح الكفر. من عينيا يا حاج. كتر خيرك يا حاج، وان شاء الله نبقى نشوفك في الكفر. امال باذن واحد احد كمان كم يوم انا حزورك هناك واعرفك على اعيان البلد. تانس وتشرف. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. عطوة. نعم يا دكتور. يعني مفيش عيانين كتير بيجوا يتعالجوا في الوحدة، ايه الحكاية؟ بكرة يجوا يا دكتور. والله يا عطوة مش باين. البلد دي اما اهلها صحتهم كويسة واما في سر انا مش عارفه. ما انا قلت لحضرتك على السر. ايه هو؟ قصدك جنزور الحلاق؟ طبعا. مش معقول، انا مش قادر اصدق. بكرة تعود تصدق يا دكتور وتشوف بنفسك. قول لي يا عطوة. نعم يا بيه. يكونش في دكتور تاني في البلد دي ولا في البلاد اللي جارنا؟ هو الكفر كله قد ايه يا دكتور؟ لما يجي فيه 2 دكاترة ولا 3. انت متأكد يا عطوة؟ عيب يا بيه. الله، هو لا تخفى عليا حاجة في البلد دي كلها؟ ده لا ممكن ايها شخص يروح كده ولا يجي كده الا لما اكون عارف اوله فين واخره فين. يعني زي ما تقول سعادتك كده الكفر كله حله وانا مغرفتي كده. ايه ده يا عطوة؟ ده باين واحد عيال يا بيه. الله، مالك يا واد يا بسيون؟ رجلي هتموتني يا ناس. الحاج يا دكتور. مالها رجلك يا راجل؟ الله يخرب بيته ابن الأنسي، هو اللي جاب لي الكافي. اياكش قصدك الواد جنزور يا ابو احمد؟ هو في غيره؟ إلهي يهف الإكس يجيب خبره. جنزور الحلاق؟ هو يا بيه، هو اداني حقنة في رجلي عملت لي خراج. لازم كانت ملوثة. مين اللي كتب لك على الحقن دي؟ انت مش بتقول مفيش دكاترة في البلد غيري يا عطوة؟ هو في دكتور غيره يا بيه؟ قصدك جنزور يعني؟ هو بعينه سخام البرك، نازل حش في الأهالي زي المحرات، وجمع من دمنا طين ياما.
لسه عمال مشتري فدانين وكام جراد. وكل ده وبرضه ما بتحرموش. الحاجني يا بيه، رجلي هتتفتح. طيب وريني رجلك. ياه، دي عملت خراج جامد في فخدة. لازم نفتحه حالا. اغلي الادوات يا عطوة. حاضر يا بيه. وكنت ساكت ليه على نفسك لغايه دلوقتي؟ ما هو ابن المؤذية كان بيلبخ لي عليه يا بيه. طب نام انت يا بسيوني على الترابيزه دي. عايزك تتحمل الالام شويه عشان اعرف انضف لك الجرح كويس. ده ما كان بيورد علينا من الاشكال دي يا بيه لما كنت بشتغل كمرجي مع الدكتور فهمي اللي كان هنا. وليه ما بلغش عنه الدكتور فهمي؟ يبلغ عن مين يا بيه؟ يبلغ النيابه، يبلغ البوليس. لا يا بيه، ده واد شرير يا بيه، يقتل ابوه عشان باريزي. يعني ايه؟ يعني خساره يضيع شبابه عشان واد مجرم زي ده. انت ما سمعتش عن الدكتور اللي اتقتل الشهر اللي فات وكتبوا عنه في الجورنال؟ وده اتقتل ليه؟ ما هو كان فيه برضه ضديات بينه وبين حلاق الصحة. بس بلاش كلام فارغ، انتوا اللي عبطوا مش عارفين مصلحتكم. هات الغلايه هنا. امسك انت بسيوني كويس واوعى تخليه يتحرك. حاضر يا بيه. اجمد يا بسيوني. اتحمل شويه لحظه. خلاص يا سيدي، شوف الصبيد اللي نازل من الجرح قد ايه. يا سلام، الله يسترك يا دكتور، كتر الف خيرك يا بيه. بعد ما اربط لك الجرح ترتاح هنا قد ساعه، وبعدين تروح تنام الليله دي وتفوت عليا بكره. بقول يا بيه. نعم. انت ليه ما تتفقش مع جنزولي زي ما كان بيعمل الدكتور اللي قبلك؟ يعني ايه؟ اصله بقى ليه لما شاف جنزولي شراني وبيع جتته خدها من قصيره واتفق معاه. ازاي بقى؟ زي ما تقول يعني كده عمل معاه معاهدة. معاهدة؟ اتفقوا ان جنزوري يورد العيانين للوحدة بعد ما يقنعهم ان الدكتور شاطر، حكم هم يصدقوه لو قال لهم ايها شيء. الدكتور بقى يكشف على العيان ويوصف له الدواء ويسلمه الجنزوري، هو بقى المختص بضرب الإبر للعيانين وياخد منهم المعلوم. والدكتور ما كانش بيحقن العيانين بنفسه ليه؟ لا يا بيه، لا مؤاخذة، اصل الإبر دي مش من اختصاص الدكاترة. انت هتخرف يا عطوة؟ لا ده كده. لا يا بيه، انا مش قصدي، ده هو اللي كان بيقول كده. واذا كان المريض مش محتاج لحقن وده معقول يا دكتور؟ هو العيان عندنا ولا مؤاخذة يعني يقتنع كده بأي دواء من غير إبر؟ هو ده بقى الاتفاق. لا كمان ما يسلمش الأمر يا بيه إن جنزوري يفتح دمل وما أشبه يعني. وفكرني أنا أرضى بالكلام الفارغ ده. أنا لازم أوقف المجرم ده عند حده. أمرك يا بيه، اللي تشوفه يا بيه. أنا مش فاهم إزاي أهل البلد ساكتين على كده. جهل يا بيه. طيب يا جنزوري، أنا وراك والزمن طويل، مسيرك تقع في إيدي. تحب أديله بكرة خبر يجي يقابل حضرتك وتتفاهم معاه يا بيه؟ يقابلني؟ أيوة يا بيه، والنبي ده واد جدع وهيعجبك قوي. بس هاود يا بيه. قلت إيه؟ خلاص على خيرة الله، أنا رايح له بكرة. في ناس بره عاوزين يقابلوا حضرتك يا دكتور. ومالك بتهلل كده؟ دول باين عليهم مريشين قوي. اختش يا جدع انت، انا يهمني ايه من كده؟ لا مؤاخذة يا بيه، اخليهم يخشوا. خليهم يدخلوا. مساء الخير يا بيه. اهلا وسهلا حاج احمد، اتفضلوا. يزيد فضلك. مين بقى فيكم العيان؟ كفلنا الشر يا بيه، احنا والحمد لله كلنا صار سليم. امال ايه الخدمه اللي اقدر اقدمها لكم؟ اصل بقى عقبال ولادك النهارده كانت بكتاب بنتي ست ابوها. كده ربنا يتمم بخير. وقاصدين سعادتك عشان تكتب لنا شهاده تسنيم. وشهاده ميلادها فين امال؟ ما هو بقى زي ما انت عارف احنا ناس فلاحين وما نهتمش بالحاجات دي. طيب وهي فين العروسه عشان اسننها؟ ما هي قدامك اهي يا دكتور. الطفله دي؟ طفله؟ اسم الله عليك يا بيه، دي بسم الله ما شاء الله شابه وملو هدومها. يا حاج دي ما يجيش عمرها 13 سنه. ومال ده انا لما اتجوزت امها كانت اصغر من كده، ومع ذلك انت خاسس عليك ايه؟ ما دام هندفع لك اجره الكشف. كشف ايه يا حاج احمد؟ انا هنا بأدي واجبي، باخد اجري من الحكومه. ما هو احنا مش اغراب والحكايه في بيتها يا دكتور. انت عايزني اخالف ضميري والقانون عشان فلوس الكشف اللي عايز ترشيني بيها؟ هاود معاهم يا بيه. الله، ما دام ابوها راضي. اسكت انت يا عطل. وانت يا حاج احمد
خد البنت واتفضل من غير ما ترد. كده يعني بتطردنا يا دكتور؟ لا 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 سمح الله، بس انا ما اقدرش اساعدك على الجريمه دي. جريمة ايه يا بيه؟ هي حكاية خاطرة للدرجة دي؟ ايوه يا حاج احمد، خطره جدا. طيب يا بيه اللي تشوفه، انا على العموم بصدقك. مساء الخير. مساء الخير يا سعاده الدكتور. وده مين كمان؟ ما هو ده جنزور ابو احمد يا بيه. جنزوري؟ ازاي تدخل كده من غير استئذان؟ ما هو انا مش غريب يا بيه، ده جنزوري. ولو يا اخي استنى بره من فضلك. امرك يا دكتور امرك. طيب يا بيه انا ماشي وهعمل بكلامك. سلام عليكم. سلام يا حاج احمد. انده لجنزوري بقى يا دكتور. اندهله يا سيدي. يا عم جنزوري. ايوه ادينا اهو. بالمسي يا دكتور. يسعد مساك يا جنزوري، اتفضل اقعد. ده كان بودي ازور سعادتك من يومين، بس كنت مشغول حبتين. بعدين لما عطوة قال لي ان سعادتك عايزني جدادي على هنا. انا تحت امرك يا بيه، وانا من زمان. انت ازاي يا جنزوري تحقن الراجل بحقنه ملوثه وتسبب له خراج؟ شرفك يا بيه معجمها تمام، بس الظاهر ان هو اللي دمه زفر. زفر ايه وبتاع يا جدع انت؟ الكلام ده تضحك بيه على الفلاحين الغلابه اللي بيصدقوا كلامك. الله حلمك بس يا سعاده الدكتور، ده انا وكمان بتشخص المرض وتكتب روشتات. روشتات ايه يا سعاده الدكتور؟ انا بعرف افك الخط حتى. امال بقى جنابك اتعلمت الطب فين؟ ما هو حاكم اني بقى كنت بشتغل تمرجي في المستشفى الامير اللي في المركز، وشربت الصنعه بالحداقه كده. يعني اتعلمت الطب بالحداقه كده؟ وحضرتك سيدي العارفين هما كلهم كلمتين فارغين. اللي عنده سخريه اديله حقنه بنسلين، والضعفان اديله سلاسل الحديد، واللي معدته تعبانه ينفعه مزيج الراوند والصودا، واللي عينه حمرا حط له لا مؤاخذه قطره، واللي عنده اللوز اديله 10 برشمانات سلفات يزيد. هو ده الطب اللي اتعلمته يا دكتور جنزوري؟ العفو يا بيه، حاجه كده على الدنيا. ومفيش حالة مستعصية بتقابلك؟ اهي دي بقى ولا مؤاخذة اديه فيها شربة. انت ما تعرفش ان اللي بتعمله ده ضد القانون، يوديك في داهية؟ ليه يا دكتور؟ هو انا بسرق ولا بنهب؟ اكتر من السرقة والنهب. لا انت بتلعب بارواح ناس، واذا وقعت في غلطة واحدة بعد كده انا هكون مضطر ابلغ عنك. الله 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 الله، والجويه ده كله يا دكتور، هو انا بغصب حد بالعافية؟ وعلى العموم يا بيه انا برضه خدامك، واللي تأمر به ماشي. هو مش عارف افهم سعادتك الشغل كان ماشي ازاي قبل كده؟ اذا كان غيري يتصرف غلط ده مش معناه اني كمان امشي في طريقته. بس هدي اخلاقك ونتفاهم بالهداء. نتفاهم على ايه يا راجل انت؟ هي بيعه وشروه؟ انا مستعد اسيب الشغله دي خالص، بس هاكل عيش منين؟ انت مش شغلتك حلاق؟ اي نعم حلاق، ما قلناش حتى، لكن برضه الامر ما يسلمش. الواحد كان بيجيله قرش من هنا ولقمة عيش من هنا، وعيب ترزق يا دكتور. يعني قصدك ايه؟ قصدي يا بيه سعادتك تسيبه يلقط رزقه ونكتفي شره. اهو كده يا عطوة، بس البيع على الموضوع. اسمع يا جنزوري، انا كرامتي ما تسمحليش اعمل معاك اتفاق زي ده، وانا انظرتك. ليه؟ حر. على كيفك يا دكتور، تفوتك بعافية يا بيه. شايفه ازاي يا بيه؟ خارج والشر في عينيه. اللي يقدر عليه يعمله. هتفضلوا خايفين منه لامتى؟ انا هعرف ازاي اوقفه عند حده. الراجل ده مش ناوي يجيبها البر. هو مين ده يا جنزوري؟ جدع الدكتور الجديد اللي جاي يحاربنا في رزقنا على اخر الزمن. ليه؟ هو ناوي يحلق للاهالي؟ انت بتتريق علي. امال يا ابني حينفسك فيه؟ انت في شغلك وهو في شغله. اي نعم، ما قلناش حاجه. انا مستعد اسيب له العمليات الكبيره وغيرها، ومستعد كمان اوديله بنفس الحالات المستعصيه يعرف خلاصه فيه، لكن انت عايز يكوش على كل حاجه. لا ملوش حق، ده شويه شويه هيعمل راسه براسك يا واد يا جنزوري. انت برضه بتتريق عليا لسه. ايه العفو يا دكتور جنزوري، ايش وصلوا الجدع ده لعلمك انت يا طبيب الكبر؟ انت يعني بتقول فيها هو مين اللي كان بيداوي اهل البلد من قديم الازل؟ مش حلاقين الصحه؟ ما هم كمان كان بيموت على ايديهم يامي، لكن بقى لما الدنيا اتنورت والطب اتقدم
لازم ترجعوا انتوا بقى للحلاقة وبس، وتسيبوا الدكاترة يشوفوا شغلهم. يعني انت يغرك الكلمتين الفارغين اللي بتعلموهم في المدارس؟ طب على النعمة انا متودك وبفهم في الصنعة اكتر منهم. عم خليها على الله، ما مش قالوها في المثل اسأل بجرب ولا تسأل طبيب؟ يا واد يا جنزوري ما تبقاش لمو، ما هم كمان قالوا في المثل ادي العيش لخباز ولو ياكل نصه، والعيش بقى لو كان الخباز ده مجانا. يا عم جنزوري. مالك يا حمزة؟ ابويا يا عم جنزوري مليون مسك بطنه وعمال يزعج من نفوخه، وقال لي روح عند عمك جنزوري. جيت طب روح انت يا ابني، انا جاي وراك دغري. روح. وهو عمك جنزوري هيعمل ايه لابوك يا واد؟ روح قول له عمك احمد بيقول لك روح للدكتور احسن لك. وبعدين معاك يا شيخ احمد، ما تخزي الشيطان وتخليك في حالك، انت لا منك ولا يكفينا شرك. حيرتوني معاكم، هقول ايه لابويا دلوقتي؟ روح قول له اني جاي حالا، بس لما لم معايا عدة الشغل. بقى انت اللي هتشفيه يا جنزوري. على كل حال انا رايح اجيب له الدكتور بنفسي، وهشوف بقى مين فيكم اللي هيعرف يعالجه. دكتور يا اللي هنا، ادخل يا جنزوري، ادخل يا جرح. يا مالك يا ابو حمزه؟ شد حيلك يا راجل. بطني يا جنزوري، بطني زي ما يكون مسمار بيغز في بطني. اكديه على غفله؟ يلا وانا شايفك النهارده راجع من غير زي الحسان. هذا غفله وحياة النبي يا شيخ. طيب وريني فين اكديه. هنا؟ هنا؟ بس هاني فهمت ايه يا جنزوري؟ لقيت ايه؟ لا 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 ما تخافش ما تخافش، دي حاجة بسيطة. ده يا سيدي البتاع ده اللي بيقولوا عليه اللهم صل على النبي. البتاع ده اللي بيسموه الموراتيز. مراتز؟ يعني ايه ده؟ على خطر يعني؟ لا 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 لا، ده حاجة بسيطة يعني كده زي ما تقول كده شوية برد ومسكوا ببطنك. وده له علاج يعني؟ طبعا، لكن انا مش هضحك عليك واوصف لك دواء ولا الحاجات دي اللي بيضحكوا بيها عليك الدكاترة. الله يكرمك يا اخوي، امال هتعالجوا ازاي الوجع ده؟ يا خلي ام حمزة تغلي لك شوية شواشي ذرة مع شوية شيح، وتشرب منهم كل يوم فنجان على غيار الريق، وانت تصحى وتبقى عال. بس كده؟ هو الدواء اللي بيبيعوه لكم في الاجزخانات اصله ايه؟ ما اصله من العطارة دي برضه. يا سلام، بقى كده. وعشان تسكت الوجع دلوقت تحط كيس ردة سخنة على مطرح الوجع، تلاقيه راح بإذن واحد أحد وكأنه عسل واتغسل. لا يكفيك شر الوجع ويرقدك جد تاشع. وكمان بقى عشان زيادة في الاحتياط هديلك حقنة كلسم تسخن جسمك وتضرب منه الرطوبة كده. ودي تتكلف كتير يا اسطى جنزوري؟ يا سيدي ما بين الخيرين حساب، وانا يعني حفاصل معاك على فزيتة زي الجماعة اياهم اللي يطلع من ذمتك ادفعه، ولا بلاش خالص يا اخي. الله اخوة. الله يخليك يا جنزوري يا اخويا، قد الجود برضه، لكن ما يصحش انت تدفع حق الحقنة كمان من جيبك. يا سيدي الجيب واحد، ومع ذلك ما دام محكم رأيك كفاية 30 قرش حق الحقنة. 30 قرش؟ ايه وحياتك ده تمن حقنة الكالسيوم بس، وضربة الإبرة من عندنا عشان خاطرك. 30 قرش بس اخف الوجع، يخف ده يا اخواتي، حموت يا عالم. ايه ده يا عصر؟ مين اللي بيكرر ده واحد يا بيه عنده وجع في بطنه، اللي كان قال لك عليه الحاج احمد. انا كنت رايح له بنفسي. الحقني يا دكتور، الحقني يا بيه، بطني هتتفرد. طيب ما تخافش. ايه ده اللي حطه على جنبك؟ ده كيس وردة سخنة ولا مؤاخذة. شيل. مين اللي قالك تحط حاجة سخنة هنا؟ الله يستر جنزور ابو احمد. برضه جنزوري؟
انتوا مش هتبطلوا الجهل ده الا لما واحد منكم يموت على ايدين جنزوري بتاعكم ده. نهايته مش وقته، بعدين انا هعرف شغل. هو الوجع فين؟ هنا؟ تمام، ما بصبحك. وبدأ معاك ازاي؟ على طب غافل كده يا لا افتكر كويس. بدأ في بطنك حوالين السرة وبعدين نزل في الناحية اليمين؟ ايوه ظن كده. طب خد بالك لما تدي رجلك كده يزيد الوجع ولا بيقل؟ ايوه تمام، بيزيد. حاسس بميل القيء؟ يعني حاسس انك عاوز تتقاوى وترجع اللي في جوفك؟ ايوه، ما هو اسم الله ما لقامك بيه حصل كده برضه. هات ترمومتر يا عم. اتفضل يا دكتور. عقمته؟ ايوه يا دكتور. افتح بوقك يا اخينا، خلي ده تحت لسانك وما تتكلمش. ايوه كده. وريني بقى ايدك. تعرف انك لو اتأخرت الساعة واحدة كنت ضيعت نفسك؟ ليه يا بيه؟ انت عندك المصران الاعور ملتهب جدا، ووصفة الجدع ده اللي اسمه جنزوري كانت هتعجل بانفجاره. في حد يحط حاجة سخنة على المصران الملتهب؟ وهو هيعرف ازاي ان ده غلط يا بيه؟ مش جاهل بعيد عنك. طيب يا جنزوري استنى عليا، مسيرك تقع في ايدي. والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ لازم عملية حالا نشيل فيها المصران. عملية؟ كده يا اب جزم؟ مش نستنى شوية يمكن يروح لوحده؟ اذا انتظرت ساعة واحدة انا مش مسؤول عن حياتك. بس انا مش مستعد لثمن العملية. انا هعمل لك العملية عشان واجبي يحتم عليا انقذ حياتك. اذا كان على الفلوس ما تحملش هم، انا مش عايز منك حاجة. الحكومة بعتاني هنا علشان اعالجكم مجانا. الله يخليك يا بيه وينجيك من كل ضيق، بس بشرط. امرك يا بيه. انا هبلغ النيابة عن المجرم جنزور ابو احمد، وعايزك تشهد عليه وتعترف بكل اللي حصل. بس كده اشهد قوي، ده الود اوديه في داعي. اي والله يا بيه، دي فرصة عشان تخلص منه اهل البلد. طب ولع انت الغلاية يا عطوة عشان نعقم الادوات. حاضر يا دكتور. اقفل الباب ما تخليش حد يدخل. حاضر. والنبي يا سعادة الدكتور تخف ايدك بالمشرط عشان انا بخاف قوي من السلاح. هو انت هتحس بحاجة يا راجل؟ هكون متدنج. الحمد لله خلاص. تسلم ايدك يا بيه، اللهم صل على النبي. عيني برد على سعادتك، بقى يطلع من كوع الواد جنزوري يعمل حاجة زي كده. شيل العيان بالراحة ونيمه في الأوضة الثانية على ما يفوق من الجنة. حاضر يا بيه. يا دكتور الحقوني يا محمود يا ناس. اوعى كده انت وهو سيبنا نخش عند الدكتور، انا عايزه في حاجه مستعجله. ده جنزوري، يا ريتنا افتكرنا حاجه عدله. ايه الدوشه دي يا جدعان؟ الحقني يا دكتور، الواد بيصرصر في ايديا يا دكتور، محمود ابني يا دكتور. ايه ده يا دكتور جنزوري؟ حالة مستعصية؟ امال فين همتك؟ انا بعد يا بيه، الواد قطع النفس وماليش غلط فيه يا بيه يا محمود يا ابني. وحياتك يا دكتور انا بديله سلفات يا زيد وكلسم سندس، بقالي يجي يومين ثلاثة، بس مش فاهم ليه اللي وزني زرجنها معاه المرة دي خالص. ليه زي ده وش ازرق ومختلف؟ هذا اللي خلاني جبت وجيت جاري لسعادتك لما لقيته قاطع النفس خالص يا دكتور. الله يقطع اللوز بسنينها، لازم السلفات يا دكتور كانت مغشوشة. لوز ايه يا جاهل يا متبجح؟ هو ده منظر لوز؟ ده الولد عنده دفتيريا بيطلع في الروح. يا نهار اسود، يا دي المصيبة اللي جت عليك يا جنزوري. دلوقتي بتبكي دكتور جنزوري عشان خايف من المسؤولية قدام النيابة. والله وقعت في شر اعمالك، انا هعرف ازاي انتقم منك. مش كفاية انتقام ربنا يا دكتور؟ انت لسه شفت حاجة؟ ما انت داير تموت في ولاد الناس، ما حدش قادر يوقفك عند حدك. ده مين يا دكتور؟ ده ابني محمود يا دكتور، ابني اللي خلفته على 4 بنات. محمود ده ماله همت كده ليه يا دكتور؟ ما تشوف له حل، الله ينجيك يا دكتور، ادينا حاجة تنجيه يا خبر باين، ده الولد فيك تخاف. اسكت يا جنزوري بلاش دوشة. مش زي الناس اللي راحوا ضحايات. آمنت بالله يا دكتور، آخر مرة
خد علي إجرار، بس نجي محمود الله ينجيك. أنا هحاول أنجيه إن شاء الله هيخف. أنا خدت إقرار من أبو حمزة عليك، لكن مش هبلغ عنك، بس يكون في علمك دي آخر مرة تعمل فيها دكتور. استمعتم إلى تمثيلية طبيب الكفر، كتبها للإذاعة صبح الجيار. قام بالتمثيل محمود عزبي، عبد الحفيظ التطاوي، محمد الكردي، عبد الفتاح غب، أحمد سالم، عادل إسماعيل، موسى عبد الحليم، محمود عقل، وأسامة صادق. سجل التمثيلية إبراهيم إمام. ساعد في الإخراج جاب الله نصر وعبد الستار بدوي. التمثيلية من إخراج علي محمود.